لا تزعلي مني ياسمين، ابوكي زودها كثير، يعني معقول يخلي شام عنده؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، كمان لحنا قصة علاء دابحتنا دبح. مزبوط انه ناوي يسافروا على حسابه؟ هيك عم بيقول. ايه، وانتو شو رح تعملوا؟ رح تضلوا ساكتين؟ هيك بتخسروا للولد، مو بعيد كمان بكره يرجع يسفر اخوه. رحت لعنده وحكيت معه وما اخذت منه لا حق ولا باطل. وكمان امجد رح يرجع شام على البيت، قام ما قدر يقنعه. قولي قعدة شام عنده بسيطة، كلها كم يوم بتمل وبترجع على البيت. مو المشكلة امتى ترجع، المشكلة كيف ترجع. شو قصدك؟ قصدي مو بعيد يعمل لها غسيل دماغ ويكبر لها براسها. ابوكي مو ناوي على الخير ابدا، ناوي يخسرنا اولادنا. طيب شو بيطلع بايدنا نساوي؟ لازم نعمل شيء، لازم نتحرك، مو معقول نضل ساكتين. كيف؟ يعني نجتمع كلياتنا ونروح لعنده وما نطلع من عنده الا مرجعين اولادنا. لا بلكي زعل. ايه ويزعل، اخر شيء نحن ما بنمشي تحت رايه. بانا يا ريت تعرفي تختاري الفاظك، هذا اللي عم تحكي عليه هو بابا، عم تفهمي علي شو يعني بابا؟ وهي بنتي اللي محجوزه عنده، وبتصرفاته هي هو اللي عم يجيب الحكي لحاله. عن اذنك.